شكل حافظ سلامه اول فرقه فدائيه في السويس، وكانت مهمتهم الاستيلاء على قواعد الانجليز، ياخدوا منهم السلاح ويحولوه للقاهره، ومن القاهره يتباعد للفدائيين الفلسطينيين. في حرب اكتوبر الشيخ حافظ سلامه بيقنع القوات المسلحه وقياده الجيش ان هو بينظم قوافل توعويه عن فضل الجهاد والاستشهاد. من 67 لحد 73 كانوا بيوصفوا الشيخ حافظ سلامه بالاب الروحي للجنود المصريين. يوم 22 اكتوبر ضربت اسرائيل الدفرسوار وابتدوا يضغطوا على السويس ويبعتوا لها انذارات بالاخلاء فورا والا هيدقوا المدينه بالطيران. وقف الشيخ حافظ سلامه يخطف في الناس ويعلن ان الحرب ابتدت وان لازم نكمل في المقاومه، وبدات عمليات مقاومه مميته وعملوا حصار على السويس، ومن هنا ابتدوا يدخلوا المدينه، والنتيجه تدمير جميع دبابات ومدرعات العدو على ايد رجال واطفال ونساء السويس بمساعده القوات المسلحه بقياده الشيخ حافظ سلامه. تم تدمير 76 دبابه، وطبعا فشلت خطه العدو.